هل سمعتم أيها المسلمون أن أحدا من غير المسلمين احتفل بعيد من أعيادكم؟ هل سمعتم ورأيتم نصرانيا احتفل بعيد الفطر وقبل ذلك صام رمضان؟ هل سمعتم وشاهدتم يهوديا احتفل بعيد الأضحى وبعد ذلك ذبح الأضحية والقربان؟ هل سمعتم؟ هل شاهدتم؟ هل رأيتم؟ هل لاحظتم بوذيا اتخذ يوم الجمعة عيدا وصلى فيه الجمعة وهو فرحان؟ إذن فما لنا عباد الله، فما لنا نتبعهم ونقلدهم بأعيادهم ومناسباتهم؟ ما لنا عباد الله نتبعهم ونقلدهم بأعيادهم ومناسباتهم وقد أعزنا الله بالإسلام؟ هل لأجل أن نرضي فلان وعلان ونسخط الرحمن؟ إذا كنا عباد الله، إذا كنا قد أمرنا ألا نرضي المسلم بسخط الرحمن، إذا كنا قد نهينا أن نرضي المسلم بسخط الرحمن، فكيف بإرضاء الكافر عباد الله؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إي والله صدق، فالعزة من عند الله، وقد أعزنا الله بدينه الإسلام، ومن ابتغى العزة بغيره أذله الله. فكم من مسلم ذليل اتبع المشركين وشاركهم وهنأهم بمناسباتهم وأعيادهم، فكم من مسلم ذليل عباد الله، ثم إذا حدث ما حدث يتباكى على الأقصى ويتباكى على القدس. فلا إله إلا الله. الأمر خطير عباد الله، إنها عقيدة، إنه دين. كيف يسوغ لمسلم أن يشاركهم بهذه الأعياد وبهذه الاحتفالات الدينية المبنية على عقيدة باطلة فاسدة؟ كيف تشارك يا عبد الله؟ كيف تشارك وتحتفل مع من يشتم ويسب ربك؟ نعم، النصارى يسبون الله، فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن ربنا عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى: يشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياي فيقول إني اتخذت ولدا ولم أتخذ ولدا. فبعد هذا يا مسلم، كيف تشارك وتحتفل بأعيادهم؟ وليت شعري تحتفل مع من وتشارك مع من؟ تشارك مع الذين يسبون الله. إي نعم، تشارك معهم. تهنئهم بماذا؟ تهنئهم بالكفر، تهنئهم بنسبة الولد لله. أي خطر هذا؟ أي مصيبة هذه؟ أن يصاب المرء في عقيدته وهو لا يشعر.